ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعال. يا مثبت العقل يا رب، يا مثبت العقل يا رب، ثبت لي عقلي عشان ما يفكش. قول يا ستموني قول. من 3 4 ايام كانوا بيحتفلوا بالخمسة 3، عملوا لها احتفال، اخترعوا لها احتفال بتاعت موسيماني ديت، ويقول لك ايه؟ السبوع السنة الأولى لسه نونة، اخترعوا لها احتفال. زغرطوا يا اخوان، يا زغرطي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرطوا زغرط يا عم سامحون. وبسم الله الرحمن الرحيم والدين. وقبلها طبعا كل اسبوع القضيه ايه؟ قضيه ممكن، القضيه ممكن، القضيه ممكن. هو ولد ده قفشه، من اين جئت بهذا البتنجان يا باتشيكو؟ اي قذيفه جاءت. فيلم هندي. وكل سنه بيحتفلوا بالستة واحد. مقضينا احتفالات لحد دلوقتي، والواحد عمال يقول لهم يا جماعه مقضينا احتفالات على ايه؟ هم بيخترعوا حاجات بره المنطق، ولحد دلوقتي الواحد ساكت وكاتم في قلبه. عملوا بقى حاجه غريبه جدا النهارده. انام واقوم انا زيك والله، نمت وصحيت لقيت في ذكرى جديده. هم اخترعوا ذكرى جديده، جابوها منين ما تفهمش. الذكرى دي بقى بيقول لك يا باشا سنه 1925 الاهلي كسب الزمالك 6-0. نعم. لا نعم بجد والله. جبتها منين دي؟ قال لك 1925 دوري منطقه القاهره الاهلي كسب الزمالك 6-0. مش بس كده بقى، ده قناه الاهلي بصفحات الاهلي عاملين احتفال. يقول لك 8/11 1925 1925، يعني بعد الثوره بتاعت سعد زغلول بكام سنه. يعني ايه يا جماعه في ايه؟ لا ويجي بقى احنا بقى نيجي نقول لهم انا ما اعرفش جابوا البتاع ده منين، ده اكيد ده بره المنطق. صيح طرب، صيح سمعنا الطرب. جاي يقول لك هي امبارح مالك يا حبيبي؟ هي كسبناكوا سنه 25 هي. نهارك سعيد كسبناكوا سنه 25 6-0 هي. انك متبقاش قادر تمسك نفسك من الضحك. والله العظيم فعلا. نهارك سعيد ايه؟ يقول لك ايوه جدي زمان كان بيقول نهارك سعيد. يا ابني سنه 25 مين يا ابني؟ ده ما كانش اخترعوا حاجه يا ابني، ما كانش اصلا يعني كانوا بيمشوا بجمال يا ابني ساعتها، ما كانش في عربيات يا ابني. 25 مين يا ابني؟ يقول لك ايوه شكرا يا جدي. طب انت تعرف مين اللي كانوا بيلعبوا ولا لعبوا فين؟ انا ما اظنش ان كان عندنا استادات اصلا. كنا بنلعب فين؟ في الدوار. مستحيل ده يكون ماتش كوره، ولا كان في كاميرات، ولا اكيد في حكام، ولا في حاجه. جبتوها منين؟ مين اللي جاب لكم الملف ده اصلا؟ ومين قال لكم عليه؟ ومين اخترع لكم الفيلم ده؟ لا والغريب اتوزع بقدره قادر وانتشر انتشار النار في الهشيم. ايه يا جدعان في ايه؟ كل صفحات الاهلي الذكرى النهارده، الذكرى رقم كام؟ بقول لك كام؟ 5000 مش عارف 600 وكام. يقول لك مش عارف النهارده الذكرى 5600 ما اعرفش كام لفوزنا، يعني مش عارف بقى كان بتاريخ كام. اللي هو الاسبوع الاسبوع رقم 5600 وحاجه. ده عدوا الاسابيع، يعني في محاسب قعد حسبها وقعد يقول لك ادي اسبوع تاني التالت طلعوا 5000 وحاجه، 5000 وحاجه اسبوع. ده يا باشا لا، ده مخطط لها، دي مرسومه، ده عمالين بيزودوا علينا احتفالات. ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت فيك، الله يهدي ابكي. دي مرسومه. خلصوا من 5-3 لقوا الموضوع حلو ولطيف، قال لك بس زودوا احتفالات على الزمالك. هو انتوا هتقضوها كده ولا ايه؟ هو انتوا هتقعدوا تفتشوا بقى في اي ملف عندكم؟ طب ما ترجع لي والنبي كده سنه 1700، ولا شوف الملك رمسيس ما احنا بقى الرمز فراعنه احنا. شوفوا الراجل اللي ورانا ده، يمكن ايام الفراعنه خسرنا منكم انتوا كمان. صيح طرب، صيح سمعنا الطرب. يمكن كان في اهلي وزمالك ايام الفراعنه. هاتوا لنا ماتش من ايام الفراعنه سنه 25 ايه؟ جبتوا الكلام ده منين؟ ده او في دوري 25 26 كان حسين حجازي بالرجاله بتاعته موجودين في النادي الاهلي وقدروا يكسبوا في المباراه ديت 6-0. ويمكن انا اعتقد والله اعلى واعلم ان المعلومه دي اول مره تذكر على الشاشه. بالتاكيد طبعا. رغم ان انا زملكاوي بس انا هبقى محايد جدا في الموضوع ده، ولازم يقول اللي لنا واللي علينا. الاهلي فاز على الزمالك ب6 اهداف. 6 اهداف غير ال6-1 طبعا المعروفه للجميع. يعني بطلوا هري. انتوا عايزين 10000 احتفال علينا في السنه؟ تقعد تقول لي كل اسبوع قضيه ممكن، وكل سنه تقول لي 5-3، ودلوقتي كمان الذكرى سنه 6-0 سنه 25.
السنه كلها عايز تقضيها زمالك، نقفل النادي نسيبكم ونمشي طيب، ولا انتوا عايزين مننا ايه؟ ما تزهقوناش يا جدعان.